الشاعرة العراقية التي أجبرت على ابتلاع قصائدها في العراق حين كان الخوف أعلى صوتا من القصائد. عاشت جمانة السعدون طالبة في كلية الآداب، لم تحمل سلاحا ولم ترفع شعارا، لم تملك سوى كلماتها، ولكن في زمن الطغيان كانت الكلمة أخطر من الرصاص. كتبت قصيدة من لحم قلبها فكانت التهمة تمرد. عدي صدام حسين لم يغضبه النص بقدر ما أغضبه صاحبة النص، لم يناقشها، لم يجادلها، ولم ينتقدها، بل اختار ما هو أبشع. استدعيت ووقفت أمامه وأمرت بتمزيق أوراقها، ولكن ذلك لم يكن كافيا. أجبرها أن تأكل قصائدها ورقة ورقة أمام عينيه. كان يريد أن يرى شاعرة تبتلع كلماتها، وأن يشاهد الكبرياء وهو يمضغ، وأن يحول الحبر إلى أذلال. لكن القصائد ليست حبرا، إنها روح. وحين تجبر شاعرة على ابتلاع روحها فأنت لا تهينها فحسب، أنت تذبحها ببطء. لم تحتمل جمانة السعدون أن تعيش بعد أن سلب صوتها، فالشاعر إن سرقت كلماته يدفن حيا. ويقال إنها اختارت الرحيل بنفسها هربا من ظل الإهانة ومن كابوس الملاحقة. ولكن الحقيقة جمانة السعدون لم تمت يوم انتحرت، بل ماتت يوم أجبرت على ابتلاع قصيدتها.